هكلمكم النهارده في موضوع مختلف شويه، وكتير من الناس ما بيبقوش مدركين مدى اهميه النقطه دي، وهو جوده النوم وتاثيره الايجابي على تقليل التهابات الجسم بشكل عام والتهابات مفصل الفك. هو ده موضوعنا النهارده. كتير من الاشخاص اللي بيعانوا من التهابات مفصل الفك لازم يحسنوا من نومهم بشكل كبير، وده بيساعدهم كتير على تقليل الالتهابات، وكذلك بيساعد على تجديد الخلايا بشكل يومي. وعشان اوضح لك النقطه دي خليني اقول لك ان الشخص اللي بيسهر عاده وبيخسر عدد ساعات النوم خصوصا فتره الليل، ده بيلخبط دوره الهرمونات اللي بتحصل بشكل طبيعي اثناء النوم، وبالتالي ده بيخليه يخسر جزء كبير من فرصه الجسم على التعافي والتشافي من الالتهابات. طب ازاي احسن من جوده نومي؟ قبل ما اجاوب على السؤال ده خليني اقول لك احنا لازم نهتم الاول بوضع النوم نفسه. انا عارف ان كتير مننا بيكون مرتاح على وضع معين بقاله فتره عليه، بس ما بيكونش عارف اثره السلبي عليه، زي ان هو بيكونش قادر ياخد نفسه بالشكل الطبيعي، وبالتالي يظهر عندنا الشخير اثناء النوم، او ان هو بيكون نايم بوضع خاطئ بحيث ان هو ضاغط على مفصل الفك، يا اما نايم على بطنه او نايم على وشه بحيث ان هو ضاغط على مفصل الفك. كل دي اوضاع خطا لازم نصححها، ودايما بننصح الاشخاص اللي بيعانوا من الام والتهابات مفصل الفك ان هو الوضع الاريح والانسب لمفصل الفك عشان يحصل على فرصه التشافي والتعافي، يا اما ينام الشخص على جنبه او على ظهره، هو ده اكتر وضع مريح لمفصل الفك. اما الشخص اللي بيعاني من الشخير فدايما بنوجهه لاخصائي اضطرابات النوم التنفسيه عشان يعالج المشكله دي ويتغلب عليها، لان اثناء النوم واثناء الشخير بيكون بقه مفتوح لوقت طويل، وده بيضغط على المفصل وبيجهده بشكل اكبر. وفي الاخر هقول لك على شويه نصايح هتساعدك على النوم بشكل افضل. اول حاجه لازم نثبت مواعيد النوم والصحيان بشكل منتظم ونحافظ على الروتين ده حتى في ايام الاجازه. تاني حاجه لازم المخده والسرير يكونوا مريحين للشخص، ده هيساعده على النوم بشكل افضل بكثير. ثالث حاجه ان هو لازم نحافظ على درجه حراره الغرفه المناسبه عشان ده بيساعد الشخص ان هو يروح في النوم العميق. وكذلك لازم نبتعد عن الشاشات والاجهزه الالكترونيه على الاقل قبل النوم بساعه. اما الاشخاص اللي بيعانوا من الارق بشكل مزمن فانا بنصحهم ان هم ياخدوا المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على المغنيسيوم، لان ده بيساعد على الاسترخاء والنوم بشكل كبير. وبكده اكون وضحت لك اهميه النوم بالشكل السليم وتاثيره الايجابي على تقليل التهابات مفصل الفك.